السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في القناه ديالكم. كنرحب بكم وكنرحب بجميع الناس اللي التحقات بالقناه. كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. الى اول مره كتزوروا القناه ابوناو وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. اليوم غادي نشارك معكم طريقتي في الحريره المغربيه على حقها وطريقها. خليكم تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. غادي نتعرفوا على المقادير. كما كتشوفوا البنات المقادير هما قدامكم. عندنا هنايا العظومه كما كتشوفوا، مطيشه ديال الحك، البصله مشلضه رقيقه، الحمص مفسخ، عندنا العدس، كرافس والربيع، القزبر والمعدنوس، وعندنا مطيشه العاديه مطحونه البنات كما كتشوفوا. انا سلقتها وكنطحنها. دابا غادي ندوزو ناخذ واحد الكوكوط اللي غادي نديرو فيها هاد العناصر كلهم باش غادي نوجدوا الحريره. عندي زلافه صغيره ديال الحمص مفسخ. كل واحد البنات المقادير ديال الحريره كل واحد كيدير على حساب الافراد اللي عنده في الدار. هنا عندي نص زلافه صغيره ديال العدس اللي حتى هو منقي ومغسول، وغادي نضيفوا جميع المكونات البنات. غادي نضيفوا الكرافس، وغادي نضيفوا القزبر ومعدنوس. هذه البنات كرافس، وغادي نضيفوا مطيشه الحك ومطيشه العاديه وهذوك العظومه. وغادي نديروا التوابل البنات. انا كندير غير الملحه والابزار والخرقوم والملح، وكنضيف واحد الطامه او جوج ديال الكنور فقط كما غادي تشوفوا معايا. بالنسبه للعظومه البنات راه كنحيدهم من اللحم اللي كنكونوا شاريينه، كنحيد منه هاد العظومه كنخليهم للحريره. وهنا هذه راه مطيشه بلديه البنات، كتجي الحريره ديالها حلوه يا سلام عليها. كنشدها نسلقها، نغسلها ونسلقها وكنطحنها كما كتشوفوا. كتجي الحريره ديالها لذيذه. وصافي غادي نضيفوا الماء الكافي اللي غادي يطيب لينا الحريره. انا ضفتو هنايا مطيبه الماء وغادي نروي به، ونضيف التوابل. كندير غير البزار والملحه والخرقوم، وكنضيف واحد الضامه ولا جوج ديال الكنور فقط البنات. هادو هما التوابل اللي كندير انا في الحريره. اصلا هادو هما التوابل ديال الحريره الاصيليه الحقيقيه ديال زمان. كنور ديال البقريه البنات اللي كندير واحد الطامه او جوج. ومن بعد البنات غادي نضيف واحد شويه ديال الزيت، وغادي نسد على الحريره نخليها حتى طيب، وغادي نطلقوا باش غادي ندوروها.
ودابا غادي ندوزو ندورو الحريره ديالنا بعد ما طابت. كما كتشوفوا معايا البنات راني مرطبه الدقيق مع الماء من قبل، وانا كنستعن دائما بهذا الفوي هي باش ندور الحريره. دائما كنبدا نخوي في الدقيق وكنحرك بالفوي. ضروري البنات ما تسقاوش من التحريك حتى كدوروا الحريره ديالكم باش هذاك الدقيق ما يكورش ليكم وما يهبطش للقاع. تبقاو تحركوها حتى حتى الدقيق يتجانس مع الخليط كما كتشوفوا، وكتبقاو مستمرين في التحراك. وإلا خاص شفتوها عاقده غادي تزيدوا الماء. كل واحد تيدير بالطريقه اللي تيبغي، اللي كيبغيها عاقده، كاين اللي تيبغيها خفيفه شويه. نبقاو مستمرين في التحراك حتى كيطيب لينا داك الدقيق. دابا غادي نزيد الماء واحد شويه، وملي البنات يطيب داك الدقيق غادي نزيد واحد شويه الشعريه رقيقه باش غادي نديرها في الاخير. وانتم لكم الاختيار، اللي كيعجبو الشعريه يديرها، اللي ما تعجبوش كيدير الروز، اللي ما يعجبو حتى شي حاجه يخليها غير عاديه كما كتشوفوا معايا. خليكم معايا حتى الاخر باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الحريره البنات. شفتوا الشعريه انا كنغسلها، ضروري كنغسلها، عاده كنديرها في الحريره. ونخليو الحريره طيب مزيان البنات حتى تجالب. نقصوا عليها العافيه ونخليوها حتى تجالب مزيان باش يطيب داك الدقيق. كما كتشوفوا معايا البنات الحريره ديالنا طابت، تجالبت، يعني طابت مزيان. دابا غادي ندوزو باش غادي نقدموها. كما كتشوفوا معايا البنات هذه هو الشكل النهائي ديال الحريره ديالنا ديال اليوم. شوفوا البنات كتجي زوينه شكلا ومذاقا. شوفوا القوام ديالها كيفاش داير، كتجي مقومه وكتجي لذيذه يا البنات. كنتمنى تجربوا هاد الطريقه ديالي وتردوا عليا في الكومنتات. وإلا عجبكم لا فيديو ديال اليوم بارطاجيوه مع احبابكم وصحابكم وجيرانكم باش تعملوا فائده. بسلام عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.